ايه ده يا باشا؟ انا عايز اعرف انت يعني مين اللي ماسك نادي قطر القطري ده، عشان كل مشكله يخش فيها الاهلي يحلها له. قبل كده مشكله بدر بنون واصاباته كتير، تعالى نادي قطر القطري خده. ده كده برضه بيرسي تاو وعنده مشاكل في الفلوس والكلام ده وعايز فلوس كتير من الاهلي، تعالى يا قطر يا قطر خده. عندك مشكله برضه مع عبد القادر، تعالى يا قطر القطري خده. وغيره وغيره، مشاكل كتير جدا بيحلها النادي ده. هو مين اللي بيرقص النادي ده؟ هو النادي ده تابع للنادي الاهلي؟ يعني قولوا لنا لو هو تابع للنادي الاهلي يبقى خلاص. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، النادي ده عنده لعيب تشيكي في نص الملعب، انا مش متذكر اسمه بس لعيب، كلمه جامد دي قليله. اللعيب البديل بتاعه لعيب بيلعب في منتخب قطر اساسي برضه. فهو جايب حامد حمدان يعمل ايه؟ يقعدوا دكه؟ يعمل ايه؟ فاللي عايز اوصله لك ان اللي بيحصل ده وراه حد، والحد ده هو اتدخل، ولكن رغبة اللعيب لحد دلوقتي بتقول أنا عايز الزمالك، أنا عايز الزمالك، أنا عايز الزمالك. والفترة الجاية بقول لك اللاعب ده هينقطع عن التدريبات وهيضغط على بتروجيت. الزمالك آخر عرض هيقدمه إن هو هيحط 2 لعيبة كمان، هو مش محتاجهم الفترة اللي جاية، مع عرض مبلغ مالي هيتفقوا عليه، وده آخر عرض هيقدمه الزمالك. وأنا بقول لك بتروجيت بنسبة كبيرة هيوافق على العرض ده.